يا صباح الخير ويا مساء الخير على حسب ما بتشوف الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت شاي حلو جدا، سهل وطعمه حلو جدا. ينفع جنب اي مشروب دافي احنا بنحبه. بيكون كده لما بنعمل اي مشروب دافي بنبقى عايزين حاجة خفيفة ناكلها معاه. فهنعمل مع بعض بسكوت حلو جدا، سهل وطعمه تحفة، وكمان بينفع كده مع فنجان قهوة الصبح، فهيعجبكم جدا جدا. ويلا نشوف عملناه ازاي مع بعض. اول حاجة عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق، اهم حاجة يكون منخول كويس جدا. نص كوباية من نشا الذرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الملح، كوباية من السكر البودر، حبة من البيض، وفانيليا. اهم حاجة تكون نوعها كويس جدا عشان البسكوت بتاعنا يكون طعمه حلو، وكوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. اول حاجة اهم حاجة ان كل المكونات الجافة اللي هنعايرها بالكوباية ان هي اللي هنعاير بها الزبدة والسكر البودر. اول حاجة عندي هنا بولة نزلت فيها بالدقيق والبودر والملح وخلطتهم كويس جدا مع بعض والنشا، وده كده المكونات الجافة. بعد كده عندي هنا بولة نزلت فيها بكوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنبدأ ان احنا نضربها كده في الاول لحد لما تكون معايا ناعمة وطرية وتكون سهلة معايا واحنا بنضربها. بعد كده لما بقت معايا ناعمة هنزل عندي هنا بكوباية من السكر البودر، وبعد كده نفضل نخلط الخليط ده كويس جدا مع بعضه لحد لما الزبدة تختلط مع السكر كويس جدا وتكون لي كريمة لونها فاتح وهشة، وتكون معايا كريمية وحلوة جدا. طيب لو مش متوفر زبدة نقدر عادي ان احنا نستعمل سمنة، بس اهم حاجة السمنة تكون نوعها كويس جدا، ما تكونش السمنة ريحتها طاغية قوي فبالتالي تكون طعمها مش قد كده في البسكوت. وبفضل جدا لما بعمل اي بسكوت بالسمنة ان انا بستعمل السمنة اللي بتكون لونها اصفر. تمام. بعد كده خلطت كل المكونات اللي مع بعض الزبدة والسكر وبقت معايا بالشكل ده. بعد كده لما بدأ لونها فاتح نزلت عندي هنا بحبة من البيض، معلقة صغيرة من الفانيليا، وبعد كده نبدأ ان احنا نخلط البيضة مع الزبدة كويس جدا لحد لما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس. بعد كده بتكون القوام الزبدة معايا بالشكل ده كده، بقى لونها فاتح وبقت ناعمة وطرية. وبعد كده ننزل عندي هنا بكمية المكونات الجافة، ننزل عندي هنا بنص الكمية. بعد كده بنبدأ ان احنا نضربها في الاول كده بالمضرب لحد لما تبدأ ان هي تتجمع وتكون بالشكل ده. بعد كده نوقف ضرب وننزل عندي بنص تاني من المكونات الجافة، وبعد كده نبتدي بايدينا نجمع كل العجينة مع بعضها. والبسكوتات ما بتتعجنش، البسكوتات بتتجمع بس. بعد كده لما ناخد قطعة من العجين ولقيناها بتشقق معايا كده، بعد كده هتحتاج معلقتين من اللبن او المية. بعد كده نفضل نخلطهم مع بعض كويس لحد لما تكون معايا عجينة ملسة طرية وما بتشققش معايا. بعد كده نجمعها لحد لما تكون معانا بالشكل ده كده، بتكون طرية وناعمة معايا. ولما ناخد قطعة كده ونكورها ونضغط عليها تكون طرية وما بتشققش ولا بتتكسر ولا اي حاجة خالص، تكون معايا طرية وزي الملبن كده في ايدي. تمام. بعد كده لو احنا في الصيف طبعا هنغطي العجينة ده وندخلها التلاجة لمدة نص ساعة لحد لما تكون معايا متماسكة. طيب احنا دلوقتي الجو برد شوية، فعادي ان احنا نشتغل فيها على طول ومش مش هيجرى اي حاجة خالص، ولا هتفرش ولا هتكش ولا اي حاجة. فعندي هنا بناخد قطعة من العجين، بعد كده بنكورها، وعندي هنا البصمة بتاعة الكحك او اي اداة عندنا بتشكل البسكوتات بنبدأ ان احنا نستعملها. تمام. القطاعة ديت او البسطامة بتتباع في اي مستلزمات في مستلزمات المطبخ.
بعد كده عشان لو عايزين نسهل على نفسنا ممكن ان احنا نكور كل الكمية وبعد كده نعملها بالبصمة وبتكون معانا بالشكل ده. شكله حلو جدا. ممكن ان احنا نكبر حجم البسكوتة عن كده، ولكن انا بحب الحجم الصغنن ده، بيكون طعمه حلو جدا وشكله ايه حلو. بعد كده لو احنا مش عندنا بصمة وعايزين نعمل البسكوت عادي جدا، هنبدأ ناخد العجينة ونبدأ ان احنا نكورها ونرصها في الصينية. وممكن عادي ان احنا لو مش عايزين يكون حجمها كبير او عالي، ممكن ان احنا نبططها تبطيطة بسيطة خالص ونرصها عندنا في الصينية بالشكل ده كده. وبعد كده في التسوية هي تبتدي ان هي تاخد الحجم البسكوتة العادي. بعد كده هنكمل كل الكمية وبتكون بالشكل ده كده. وزي ما قلت لو حابين تكبروا حجم البسكوت عن كده كبروه. بعد كده هكمل كل كمية البسكوت اللي معايا لحد لما نخلص كل الكمية. وده كده كل الكمية بتطلع كمية حلوة جدا، حوالي كوبايتين ونص من الدقيق. طلع معايا حوالي اكتر من 50 بسكوتة، فحلوة جدا. وبعد كده لما خلصت كل الكمية بنسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 150 رف اوسط، ولو في مروحة توزيع بنشغلها. طيب نظبط درجة الحرارة ازاي؟ هنمسك عندي البقرة وبعد كده هنظبطها على نار متوسطة، اللي هي تكون ما بين الهادية والعالية، وبعد كده نقللها شوية نخليها في الوسط. وبعد كده لما ياخد لون ذهبي من تحت ويكون لونه كويس، بعد كده لو حابين ان هو ياخد لون خفيف من فوق بنبتدي نولع عليه الشواية لحد لما ياخد اللون الحلو ده. بعد كده لما بنخرجه من الفرن ما نبدأش ان احنا نحركه كتير ونسيبه يهدى من الحرارة عشان بيكون معايا طري لسه، وكمان ما يبدأش يتفتفت ويتهري معايا. تمام. ده كده شكل البسكوت، وده كده البسكوت اللي احنا عملناه سادة من غير البصمة. وبعد كده هنعمل فيه تركاية حلوة جدا بتودي طعمه في حتة تانية. وده كده كل كمية البسكوت بتاعتي لما بردت. وده كده البسكوت السادة، طعمها حلو جدا وكمان ريحتها تحفة. وبعد كده ده كده البسكوت السادة اللي بيتشرب جنب فنجان قهوة الصبح، مع مشروب دافي، مع فنجان قهوة باللبن، مع شاي بلبن، مع اي حاجة. والبسكوت التاني ده هنبدأ ان احنا عندي هنا معلقتين من المربى، اي نوع مربى او اي حاجة تكون مادة تلزق البسكوتين مع بعض، زي شوكولاتة قابلة للدهن، اي حاجة متوفر عندنا. ومعلقة من الفارماسيل او السبرينكل ومعلقة من جوز الهند وخلطتهم كويس جدا مع بعض. بعد كده بناخد من المربى وندهن البسكوتة وبنلزقها في البسكوتة التانية. وبعد كده المربى بتبدأ تخرج من الجوانب، بعد كده بنعديها في الفارماسيل وبتاخد شكل حلو. وبعد كده عملت هنا فنجان قهوة باللبن، طعمه حلو جدا. وتقدموا بقى معاه البسكوت الحلو ده، تكون حاجة سهلة وخفيفة طعمها حلو جدا. وعملنا منه كمان البسكوت بالمربى، ينفع كده لو احنا عايزين ناكل حاجة تكون طعمها حلو مسكرة وحلوة كده على السريع، فده هينفع معانا. لكن عايزين حاجة تكون سادة كده مع فنجان قهوة سادة او مع شاي، فهو البسكوت الحلو اللي احنا عملناه ده طعمه حلو جدا، وكمان ما بياخدش وقت كتير جدا ولا اي حاجة خالص، وسهل جدا واحنا بنفتفته وحلو جدا. وكمان هش ومفرغ من جوه وحلوة جدا بالشكل ده. جربوه هيعجبكم جدا. وكمان بيكون معانا هش بالشكل ده كده، حاجة كده طعمها حلو جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. وده اللي احنا عملناه بالمربى. نقدر عادي لو احنا عايزين نعمل اللي بالبصامة زيه بالمربى نقدر ان احنا نعمله. وده كده شكل البسكوت بتاعنا. يا رب يعجبكم وينول رضاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو
وشير وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفكرة جديدة. كنت معاكم منار محمود. هنروح بقى نشرب فنجان القهوة ده. مع ألف سلامة حبايب قلبي.